هدية يوسف لنيرة ورماس وزياد. أحلى هدايا من أحلى يوسف، وأول فيديو يعتبر يوسف يعمله لوحده. وهنتكلم برضو على حسن سافر الإمارات ليه، وزي ما قلتلكوا كان بيودع أهله وبيسلم عليهم. الفيديو اللي نزل عندهم هنتكلم على حاجات جميلة كده في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس أول حاجة بسلم على أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا. وأول حاجة طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا؟ وبشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني بأحلى كومنتات وأحلى كلام في الدنيا. بجد ربنا يسعدكم كده زي ما بتسعدوني. ما اقولكوش كنت ببقى فرحانة قد إيه لما بيجيلي كلام حلو من أحلى متابعين في الدنيا. طبعا لو مش مشتركه اشتركي، ولو مش حاطه لايك حطي اللايك. اول حاجه بس كده طالباها منكم تدعوا للحاج جابر بالشفاء العاجل، اللي هو يقوم بالسلامه ان شاء الله، ونطمن عليه ويبقى في احسن حال. طبعا امبارح كلهم كانوا منزلين منتدياته على الانستجرام دعواتكم للحاج جابر، اللي بيقول دعواتكم لجدي، اللي دعواتكم لحمايه، اللي دعواتكم لابويا، اللي دعواتكم لوالدي. بصوا مفيش حد فيهم كبير وصغير غير لما منزل للحاج جابر الف سلام عليك يا حاج جابر، وان شاء الله تقوم بالسلامه. شكل الحاج جابر كده هو تعبان فعلا تعب كبير، فربنا يقومه بالسلامه يا رب يا رب يا رب، يا ربنا يشفيه. لان بجد يعني العيله ديت من غير الراجل دوت مش هيبقى ليها طعم. والله بجد هو بيلم العيلة وبيلم كلامه جميل. وانا بحب عن نفسي كشخصيا انا بحبه، كلامه حلو وبحب اتفرج على فيديوهاته. واما بيتكلم كلام بحس ان هو عاقل وكلامه جميل ومفيد، وما بينصح حد بينصح من قلبه. وبيخاف كفايه اللي هو بيخاف على عياله، بيخاف على عيال اولادهم زياد. وكان محتوي نيره بشكل كبير جدا، وكان زي ما يكون مصاحبها. يعني كان بينزل لكل واحد لمستواه الفكري او العقلي او السن، وبينصحهم بكل حاجه. فبجد ادعوا له ربنا يقومه بالسلامه. فعلا هو الايام اللي فاتت ديت كان باين عليه التعب خالص. كان في كام فيديو كده اخرانيين نزلوهم، كان فعلا الحاج جابر باين عليه خالص كده، وشه خاسس ووشه مصفر، وحتى مش بيتكلم كتير مثلا زي قبل كده، لا تحس ان هو باين عليه التعب. فبجد ادعوا له يا جماعه من قلبكم كده هوت، ربنا يشفيه يا رب ويخفف عنه ألمه، وإن شاء الله يقوم بألف خير وبألف سلامة. وإن شاء الله يرجع يعمل لنا فيديوهات كده ونطمن عليك يا حاج جابر، وانت بنفسك اللي تطلع وتطمنا على صحتك إن شاء الله. نخش بقى كده على حسن. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي ما شافوش، قلت لكم حسن مسافر الامارات. طبعا هو كان حسن عامل، تتوقعوا انا مسافر فين؟ السعوديه، تركيا، دبي. طبعا احنا كنا عارفين ان حسن مسافر الامارات، عشان طبعا انتوا عارفين اللي هو فيه شغل هناك. بس في ناس بتقول اللي هو قابل محمد ما قابلش محمد، ديت احنا مش متاكدين منها ومش عارفين. بس هو بيقول في مفاجآت وفي فيديوهات حلوه قوي هتنزل لكم. فيا رب يا رب. هو احنا لغايه دلوقتي حسن صور لنا وهو بيسلم على اهله وهو وصل هناك الامارات وكل حاجه، بس ما جابلناش محمد مثلا في استقباله في المطار، او هو هيروح لمحمد او هيشوف محمد. مش عارفين. يا رب احنا بنتمنى خير ان هم يتصالحوا وان يقابل محمد هناك والخوات زي ما بيقولوا عمرهم ما يستغنوا عن بعض. بس هي زي بعض فنجان كده ان شاء الله، وهتروح لحالها وهيرجع كل شيء كويس واحسن من الاول. احنا طبعا ما بنحبوش الخوات تبقى زعلانه من بعضيها، ربنا يصلح لهم الحال. طبعا كان هو مسافر، نهال مش مسافرة معاه، كان حسن مسافر لوحده. وطبعا كانت نهال زعلانة، كانت بتقول بتعليمات الدكتور. مش عارفين بقى فعلا نهال حامل او لسه عاملة حقن ومستنية نتيجة التحليل تطلع ايه، عشان كده ممنوعة تركب الطيارة. او مثلا الشغلانة هي بسيطة فحسن هيروح يظبط الدنيا كده مش محتاجة نهال معاه. فعشان كده هم قالوا ان حسن اللي الدكتور مانع نهال من السفر. فيعني في كذا سبب ممكن يخلي نهال ما تسافرش. يعني ممكن السفريه مش محتاجه مثلا نهال، فحسن كده رايح بسرعه بسرعه يقضي كده مهمه. فقال لك مش لازم اخد معايا نهال، او مش هيبقى فيها فسحه فمش لازم اخدها وخلاص. فعشان كده قالوا الدكتور منحها، او هي حامل او عامله مثلا حقن مجهري ومستنيه مثلا الحمل يثبت وتعمل تحاليل او الكلام ده كله. فربنا يكتب لها الخير يا جماعه. لو حامل ربنا يكمل لها على خير يا رب، ويفرحنا بيها كده وهي مامي جميله زي القمر كده معاها توأم ان شاء الله.
احنا مش هنتنازل غير توأم. طبعا كل حاجه بايد ربنا، ربنا يختار لها الاصلح واللي فيه الخير ان شاء الله، ويرزقها بالذريه الصالحه يا رب عن قريب. والله بندعو لها من قلبنا. احلى حاجه بقى اللي هو كان بيوصي الحاجه على نهال، فقالت له وصفيها هي علينا. شكلها نهال ايه يعني، اخد حقها تالت ومتلت. طبعا هي نهال طيبه وقلبها طيب، وعايزه اقول لكم كلهم بيحبوها. حتى كان محمود قبل كده هو بيقول نهال بس هي لسه عشان سنها صغير، هي بس متسرعه استحملوها. وهي عصبيه، بس عايزه اقول لكم اللي هي طيبه قوي والله وقلبها طيب. احنا عارفين كل الكلام دوت. ومحمود وسحر طبعا كانوا هناك هو والاولاد، وكانوا بيسلموا على حسن. واحلى حاجه بيقول لهم خلي بالكم من نال عشان انا سايب روحي هنا. راحت جايه الحاجه قالت له انا ايه مش روحك، قال لها انت قلبي. وراح جاي طبعا اخدها في حضنه وحاضنها. عايزه اقول لكم طبعا يعني حب الام حاجه وحب الزوجه حاجه، ويعني الراجل ما يقدرش يستغنى عن الاثنين، ديت مراته وديت امه. فربنا يبارك في امه وربنا يبارك في مراته ويخليه ليهم يا رب. وطبعا سلم على نيره، واحلى حضن كده لنيره والرماس. ومحمود قال له ما تنساش اللي انا قلت لك عليه. وبيقول للحاجه بقى عايزه شوكولاته دبي، راحت جايه سحر قالت له لا انا اللي عايزه شوكولاته دبي. فهيجيب لهم طبعا من وهو جاي من هناك شوكولاته دبي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان حسن يعني اوريدي خلاص ممكن يكون راح وجه، لان هي نهال بقى لها فتره كتيره كده الايام اللي فاتت ديت كام يوم كانت بتنزل ستوريهات هي واصحابها سهرانين عندها. باباها جاي ياخدها بالعربيه. فممكن يكون حسن راح وجه. وطبعا انتوا عارفين هما بينزلوا الفيديوهات بعد ما بيخلصوا المهمه بتاعتهم بسلام. اخيرا الحمد لله الدكتور يحيى ظهر لنا بعد غياب طويل. طلع وراح يسلم على حسن. اخيرا دكتور يحيى خرج من الغرفه بتاعته. طبعا هو معتكف الايام دي عشان عنده امتحانات في الكليه بتاعته، ربنا ينجحه يا رب ويخلصها له على خير. طبعا هو اللي كان بيسلم على حسن، وهو طبعا اللي وصل حسن للمطار. لان هو بيقول راح من مطار برج العرفه. طبعا نهال ما قدرتش تروح معاه عشان طبعا زي ما قلت لكم لو حامل او كده المشوار بعيد عليها وما ترجعش طبعا لوحديها، فكان لازم الدكتور يحيى هو اللي يروح يوصل حسن. فبنروح ان شاء الله تروح وتيجي بالسلامه. وطبعا اكيد ده حسن بقى هيصور لنا يعني هو كان هناك ليه، وهينزل لنا بقى كده الايام الجايه برضو وهو راجع. يعني اكيد حسن صور كام فيديو كده هوت هينزلهم لنا بقى الايام اللي جايه. بس طبعا لو انتوا عارفين هم ما بيتكلموش على شغلهم كتير. هو بس بيقول انا رايح لمصلحه وهخلص مصلحه وهرجع على طول. لو اتفسح بقى او راح في حته هناك، لان كان برضو بيقترح على المتابعين بيقول لهم تقترحوا عليا اروح فين في دبي يعني او في الامارات اتفسح، اروح فين او اماكن فين. اللي يعرف يقول لي ويبعت لي في الكومنتات يعني او على الستوري بينزلوا على الانستجرام. فاكيد طبعا لو راح في حته هيصور بس كلام عن الشغل. طبعا انتوا عارفين هما ما بيتكلموش خالص عن الشغل او البيزنس اللي هما بيعملوه. ربنا ييسر لهم الامر ان شاء الله ويختار لهم الاصلح. ونشوفوا بقى كده الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتكون خير وهتكون فيها ايه. بس اهم حاجه ما تنسوش دعواتكم للحاج جابر يا جماعه ان هو يقوم بالسلامه. بجد والله عشان احنا زعلانين عليه قوي 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 والله. فربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. تعالوا بقى نخشوا على مين، على يوسف. لأول مرة يقوم بفيديو كده من أوله لآخره لوحده وهو اللي يصور، وبيقول للناس ما تتريقوش عليا ومحدش يضحك عليا. لا طبعا احنا بنشجعك يا يوسف، ده انت دمك زي العسل وزي الشربات وزي السكر بجد والله. عايزه اقول لكم يوسف عنده قبول جميل قوي قوي قوي. يعني هو بس عشان كان لسه صغير فكان بيتكسف، بس بعد كده اما هيكبر وهيتكلم بقى وهيعمل فيديوهات لوحده هتلاقوه شبه زياد كده. طلع بيعمل فيديوهات لوحده. طبعا هو كان محوش كده مبلغ صغير على قده في الحصالة 150 جنيه، وكان نفسه يعمل مفاجآت او يجيب هدايا لاخواته. عايزه اقول لكم بصراحه يعني كويس الشعور الطيب دوت. مش مهم بالمبلغ كام او الهديه قيمتها كام، المهم اللي هو جاب حاجه يعني اقل حاجه كده صغيره هتراضي اخواته وهتفرحهم وهتحسسهم قد ايه ان هو بيفكر فيهم وبيحبهم. طبعا هو فتح الحصاله ولقى فيها زي ما قلت لكم المبلغ دوت،
وكان جميل قوي وتلقائي ودمه خفيف، وكان كل شويه عمال يقول اكد للناس ما حدش يضحك عليا، ما حدش مش عارفه ايه. لا طبعا ده احنا فرحانين بيك وبنشجعك، اللي انت تعمل فيديوهات كتيره لوحدك، مش شرط بقى ان انت تجيب هدايا، لا حتى انت لو بتعمل حاجه في يومك او رايح في حته او كده صور لنا زي ما زياد بيعمل او زي ما نيره بتعمل. احنا حابين ان احنا نشوفك يا يوسف، انت ما شاء الله عليك كبرت. وطبعا يوسف يا جماعه اللي ما يعرفش داخل ثالثه اعدادي، ان شاء الله ربنا ينجحه كده ويخش ثانويه عامه ان شاء الله على خير. هو يوسف نفسه يخش كليه فنون جميله لان هو بيحب الرسم قوي، او كليه هندسه، يعني هو بيقول يا ده يا ده، لان هو عامه بيحب الرسم. كانت رسوماته حلوه قوي قوي، كان زياد منزل لنا كده كام رسمه يوسف عاملها كانت حلوه. عايزه اقول لكم اول حاجه افكر فيها ريماس، جاب لها حاجات حلوه كده اللي هي بيضه كندر ديت، هي بتحبها قوي. وكان بقى مشي محتار مش عارف يجيب ايه لنيره، طبعا عشان خاطر الفلوس ايه محدوده معاه، مش عارف يعني يجيب حاجات اكبر. بس احلى حاجه افكر فيها اللي هو جاب لها ورد، بجد جاب لها بوكيه ورد صغنطوط كده، قمر جميل دمه خفيف يعني. هو بيقولوا بصلة المحب خروف، يعني مش لازم كان يجيب لها بوكيه كبير، لا ده هما وردتين كده في بوكيه صغير، بس كانوا معبرين يعني عن حبه وعن اهتمامه بنيرة، وان هي فعلا تعبت معاهم، وان هي بتشيلهم يعني هي طبعا اللي خدماهم وشايلاهم طبعا الايام الفترة ديت كلها. جاب لها بوكيه ورد حلو قوي قوي جميل، وطبعا كانت نيره فرحانه بيه. وما نساش طبعا زياد راح جاب له شوكولاتايه كده اهوت حلوه جميله، عشان هو بيقول زياد بيحب الشوكولاته. حلو قوي قوي الهدايا، وكفايه ان هو فكر فيهم وفكر ان هو محوش فلوس يسعد خواته او يفرح خواته، ويحسسهم قد ايه ان هم مثلا مهمين في حياته، لان هو فعلا قال زياد هو الكبير بتاعنا، وهو اللي شايلنا، وهو اللي حنين علينا، وهو اللي مسؤول من يعني احنا مسؤولين منه. عارفين قال كلام جد حلو قوي قوي في زياد، حسسنا قد ايه فعلا اللي هو بيحترم اخوه، وان اخوه دوت فعلا زياد قد المسؤوليه. فيا رب تفضلوا كده دايما مترابطين متكاتفين، بتحبوا بعض، ومفيش حاجه تغير عليكم ابدا. يعني هي ديت اكتر حاجه احنا بنتمناها، عشان والله بجد احنا في زمن دلوقتي ما نضمنش بعد كده الراجل لما يتجوز، البنت لما تتجوز، ساعات كده الاطراف الاخرى ديت لما بتخش في حياه الاخوات بتفرقهم عن بعض. فبجد ربنا يصلح لهم حالهم يا رب، ويختار لهم اللي فيه الخير، ويفضلوا كده دايما ما لهمش غير بعضيهم. يعني اديكوا شفتوا كل واحد شاف مصلحته، اللي اتجوز واللي سافر واللي خلف، وكل واحد بقى مهتم ببيته وبعياله وبمراته. هم بس اللي فضلوا لوحديهم، وهم اكتر ناس يحسوا ببعض. وبقى دلوقتي خلاص هم اللي شايلين بعضيهم ببعض، يعني هم الاتنين بقى ايه كل حاجة لبعضيهم. فربنا يختار لهم اللي فيه الخير، ويصلح لهم حالهم يا رب، ويفرحنا بيهم عن قريب، ويشفي لهم جدهم. لاني بجد حاسه اكتر واحده هتتاثر بتعب الحاج جابر هي نيره، وكلهم على فكره، لانهم هم مترابطين قوي بجدهم، وجدهم حنين قوي قوي عليهم، وما بيستخسرش فيهم بجد حاجه. اديكم بتشوفوا اما نيره بتعوز منه فلوس بيديها، وبيديها بزياده كمان، وبينزل كان يخرجها وبيفسحها، وكانوا على طول صورهم مع بعضهم وهم في الكافيه وهم على البحر. فبجد كانوا مترابطين قوي 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 بجدهم. فربنا يشفيه لهم يا رب، ويقومه بالسلامة وبألف خير. طبعا كان يوسف بيقول لزياد اللي هو عامل له مفاجأة تانية، بس ما لحقش بقى او يجيبها عشان خاطر ينزلها في الفيديو دوت. احنا بنقول لك يا يوسف مش شرط ان انت تكلف نفسك، هي كفايه الشوكولاتايه. اما ربنا يكرمك وتحوش تاني وعايز تجيب حاجه تاني، يبقى هات له بقى برفن، هات له حاجات لشعره، لان شعركم انا نفسي تحلقوا شعركم بجد شويه، الجو حر واحنا في صيف يا يوسف. حاسه شعرك بجد، دي نصيحه كده اهوت من بقى، انت زي ابني يعني، عايزاك بجد تقص شعرك شويه، نازل على عينك، الجو حر انت، ويعني وشك مش باين خالص من شعرك انت وزياد. يمكن شعر زياد مرفوع شويه، بس بجد شعرهم طول قوي يا جماعه. يا ريت كلكم تقولوا لهم نصيحه يقصوا شعرهم شويه، الكيرلي اللي الشباب كلها طالعه فيه الايام دي. ف بجد فاحنا بنقول لك ما تكلفش نفسك يا يوسف اكتر من كده. يعني كفايه اللي انت فكرت في زياد. هو ما كانش مقتنع يا جماعه يعني بالشوكولاته اللي هو جابها لزياد، فكان عايز يجيب له حاجه، وكان بيقول هيصورها لنا
وهينزلها لنا برضو، فممكن يكون هيعمل بقى فيديو تاني ولا حاجه. بس احنا عامه بنقول لك استمر، ومزيد من الفيديوهات الجميله ديت. انت دمك خفيف ودمك زي العسل، والناس متقبلاك والناس حباك. يعني هو دمه خفيف، يعني دمه مش تقيل، لا الناس حباه. هم ما شاء الله عليهم، هم الاربعه عندهم قبول. حتى ريماس الصغيره لما بتعمل كده ستوري على الانستجرام، بجد والله دمها خفيف زي العسل. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب، ويحميهم ويحفظهم ويكتب لهم اللي فيه الخير. طبعا دوت يا حبايبي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش طبعا اختكم كده بالدعاء بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. ولو اول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. واهم حاجه طبعا اللايك الجميله بتاعتكم، واي كومنت حلو قوي قوي قوي. وبشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني في القناه بتاعتي باحلى اشتراك وباحلى كومنتات. بجد فرحتني قوي قوي اللي انتم بتقولوا كلام حلو كده، زيكم قمر جميل حلو، من احلى اخوات واحلى متابعين. طبعا ما تنسوش اهم حاجه، عشان في ناس كتيره بتتفرج وما بتشتركش وما بتحطش اللايك. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، سلام.